ناس كتير محتارة تشتري الايفون 15 العادي ولا الايفون 14 العادي. النهارده بقى انا جاي اكلمك واقول لك ايه الجهاز اللي المفروض تشتريه وليه المفروض تشتريه وانهي جهاز افضل ما بين الاتنين، وكل حاجة ما بين الجهازين هكلمك عنها بدقة، وهكلمك عن كل الاختلافات ما بين الجهازين ومميزات وعيوب كل جهاز فيهم. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناة واشترك في القناة عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديدة. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي وهنتكلم في اي حاجه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا وربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. مبدئيا كده عايزين نعرف ايه الاختلافات الجذريه ما بين الايفون 15 العادي والايفون 14 العادي. خلينا نتكلم اول حاجه عن تصميم كل جهاز ونشوف ايه الاختلاف في التصميم. اول حاجه الايفون 15 العادي بيجي بظهر مصنفر، ظهر ازاز مصنفر، شكله شيك قوي وجامد جدا، وبصراحه عاجبني جدا، وكان نفسي الالوان اللي هي المطرقعة دي تبقى موجودة في الأجهزة البرو، لأن فعلا اللون شكله جامد قوي. وكمان بيجي بتصميم الكاميرتين اللي بيجوا عكس بعض في نافذة بتكون من نفس لون الإزاز ولكن لامعة، وكمان عندك فريم هنا من الألمنيوم واخد نفس لون الإزاز ولكن على أغمق حاجة بسيطة. وكمان الشاشة هنا بتيجي بالتصميم الجديد وهو تصميم الدايناميك ايلاند، وبصراحة أنا بحب التصميم ده جدا جدا كمان. وكمان الحواف هنا شكلها لذيذ قوي، يعني مش كبيرة، حجم الحواف ممتاز. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الجهاز هنا كمان بيجي بمنفذ التايب سي، وده شيء مميز جدا في الجهاز ده. على الجانب الاخر بقى الايفون 14 العادي بيجي بتصميم ظهر زجاجي لامع بيبصم جدا، وطبعا كلنا عارفين من اول الايفون 11 لحد الايفون 14 كل الاجهزه كانت بتيجي بظهر زجاجي لامع، وكمان بتيجي بفريم من الالومنيوم. ولكن الفريم في الايفون 14 كان حاد شويه، مش زي الايفون 15. الايفون 15 فيه زي انحناء كده بسيط مخلي مسكه الجهاز اريح كتير. وطبعا تصميم الشاشه بيجي بتصميم النوتش القديمه، النوتش اللي مش كل الناس بتحبها، وانا عن نفسي بحب الديناميك ايلاند جدا وما بقتش احب امسك جهاز فيه نوتش دلوقتي. وكمان منفذ الشاحن في الايفون 14 لسه بيجي لايتنينج، وده شيء محبط جدا لان طبعا كل الاجهزه دلوقتي بقت معظمها تايب سي، فالايفون 15 هيكون اريح في الاستخدام، وان انت تقدر تشحنه وتشحن اجهزتك كلها بشاحن واحد، مش هتحتاج تايب سي ولايتنينج في نفس الوقت. لا، تايب سي هيحل لك كل المشاكل. بجانب كمان ان الايفون 15 اخف من الايفون 14 ب 1 جرام، طبعا مش هتحس قوي، ولكن هو توزيع الوزن اصلا في الايفون 15 افضل من الايفون 14. وهي دي كانت الاختلافات في التصميم، وانا ميال اكتر لتصميم الايفون 15 بسبب الظهر المصنفر، وكمان تصميم الديناميك ايلاند الجديد اللي مخلي شكل الشاشه احلى كتير. طب الشاشه بقى كمواصفات اختلفت ولا هي الشاشات هي؟ اول حاجه الشاشتين هنا بيجوا من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، الشاشتين بيدعموا محتوى الاتش دي ار 10 والدولبي فيجن. الايفون 14 بيجي بنسبه سطوع للشاشه 800 نتس وبتوصل ل 1200 نتس مشاهده محتوى الاتش دي ار. على الجانب الاخر بقى الايفون 15 بيجي بنسبه سطوع 1000 نتس وبتوصل ل 2000 نتس مشاهده محتوى الاتش دي ار، وكمان تحت اشعه الشمس المباشره. حجم الشاشتين 6.1 انش. الايفون 15 بيجي بكثافه بكسلات 461 بكسل لكل انش، الايفون 14 بيجي ب 460 بكسل لكل انش، والشاشتين بيجوا بطبقه حمايه من نوع سيراميك شيل، يعني الشاشتين بيستحملوا جدا. وفعلا كتجربه واقعيه الاجهزه دي بتستحمل، والاجهزه دي بتقع مني كتير وما بيحصلش في الشاشه حاجه. فبصراحه من احلى واجمل الاجهزه اللي هتستحمل معاك كشاشه في الايفونات من اول الايفون 12 وانت طالع، لان الشاشات كلها بتيجي سيراميك شيل. فبصراحه انا الشاشه طبعا هفضل الايفون 15 لان نسبه السطوع احلى والوان الشاشه كمان احلى شويه. البانل المستخدمه في الايفون 15 افضل، وكمان بسبب شكل الشاشه اللي بتيجي بديناميك ايلاند فمشاهده المحتوى عليها افضل كتير. طبعا مشاهده المحتوى على الشاشتين ممتاز والوانهم ممتازه، ولكن لما تيجي تفضل جهاز فيهم هتلاقي ان الايفون 15 افضل شويه، لان الايفون 15 الوانه افضل، الشاشه شكلها احلى، كمان نسبه السطوع اقوى. معنى كده بقى ان الايفون 14 شاشته مش حلوه؟ لا بالعكس، الايفون 14 شاشته ممتازه وشاشته حلوه جدا، ولكن زي ما بقول لك احنا دلوقتي بنشوف انهي الافضل من التاني، فالافضل الايفون 15. وعلى فكره لما اقول لك كمان شويه على فرق السعر ما بين الجهازين هتعرف ان ما ينفعش خالص ان انا اسيب حاجه زي كده ما اتكلمش عنها، حتى لو حاجه بسيطه لازم اتكلم عنها واتكلم عن الفرق اللي موجود، لان فرق السعر ما بينهم مش كبير اصلا. فخلينا نكمل الفيديو
ونرجع كمان شويه نتكلم عن السعر. وكاداء طبعا الايفون 15 بيتفوق بسبب معالج الاي 16 بايونيك اللي بيجي بمعماريه ال 4 نانومتر، على عكس الجانب الثاني الايفون 14 بيجي بمعالج الاي 15 بايونيك اللي بيجي بتقنيه ال 5 نانومتر. الاداء طبعا الايفون 15 هيتفوق فيه ولكن بنسبه ضئيله جدا، لان المعالجين هنا جامدين قوي، يعني مش محتاج اكتر من كده. المعالج اللي موجود اصلا في ال 14 العادي معالج ممتاز، وهو نفس المعالج اللي كان موجود في ال 13 برو ماكس، فده شيء ممتاز جدا ان المعالج فعلا قوي. فانت مش محتاج اكتر من كده من الجهازين. الجهازين هيقدموا لك تجربه ممتازه ومفيش اي فرق ما بينهم حاليا، ولكن قدام مع الوقت لما الجهاز يعدي عليه 3 4 سنين هتحس بفرق السنه اللي هي بتاعه المعالج الاحدث سنه. فبصراحه الجهازين ممتازين جدا، ولكن كفه الايفون 15 هتطب برضه بسبب ان المعالج احدث وبمعماريه افضل. وخلي بالك كمان شويه هنتكلم عن موضوع المعماريه ده لانه هيفيدنا في حاجه تانية قويه جدا في الايفون 15. والجهازين هنا بيجوا ب 6 جيجا بايت رام، يعني مفيش اي اختلاف في موضوع فتح التطبيقات في الخلفيه. الجهازين ممتازين جدا ومفيش اي حاجه هتعوقك وانت بتستخدم الجهازين. فعلا الجهازين ممتازين بشكل مش طبيعي في الاداء. واحلى حاجه طبعا ان الجهازين دول مفيش منهم مساحات 64 جيجا، بيبداوا من 128، ودي ميزه في الجهازين اصلا لان ما بقاش خلاص حد يستخدم ال 64 دي تماما. ولكن الشيء اللي بيبهرني دايما في الايفونات بتبقى الكاميرات. فهل الكاميرات هنا ابهرتني زي ما بتبهرني في الاجهزه البرو ولا لا؟ خلينا نشوف الفرق ما بين الايفون 15 العادي والايفون 14 العادي في الكاميرات، لان هنا في فرق كبير قوي في الكاميرات. كل سنه بيبقى الفرق ما بين الجهاز السنه اللي فاتت والسنه اللي بعدها بالذات في الاجهزه العاديه بيكون فرق قليل قوي ومفيش فروقات كبيره. ولكن الفرق ما بين الجهازين دول كبير وكمان هيفيدك جدا. اول حاجه الايفون 14 بيجي بكاميرتين والكاميرتين 12 ميجا بكسل، حلو كده. على الجانب التاني بقى الايفون 15 بيجي بكاميرتين، الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل والكاميرا الالترا وايد هنا 12 ميجا بكسل لسه. ولكن خلينا نشوف الاختلاف التاني اللي في صالح الايفون 15 وعجبني جدا في الايفون 15 العادي. بعيدا اصلا عن ال 48 ميجا بكسل، حجم السنسور زاد في الايفون 15 وكمان بقت تقدر تصور بورتريه 2x. يعني بسبب ال 48 ميجا بكسل بقت تقدر تاخد بعد بؤري تاني اللي هو ال 2x اللي ما كنتش بتقدر تصور اي صور بورتريه غير 1x بس من اول سلسله ال 11 لحد ال 14 العادي. كل الاجهزه دي كانت بتصور 1x بس بورتريه، ولكن دلوقتي هتقدر تاخد صور بورتريه 2x خرافيه، صور فعلا حلوه. وطبعا الصور دي مش هتلاقيها في ال 14 لان ال 14 زي ما قلت لكم بيصور 1 اكس بس في البورتريه، ودي مش احسن حاجه لتصوير البورتريه، ولا العزل بيبقى افضل حاجه، ولا حتى شكل الوش بيكون افضل حاجه. حتى الكاميرا الالترا وايد هنا في الايفون 15 افضل لان حجم السنسور بقى اكبر. الكاميرتين 12 ميجا بكسل ولكن حجم السنسور بقى اكبر في الايفون 15، وده اللي هيقدم لك صور الترا وايد افضل من اللي كانت موجوده في ال 14. وانا كده كده مش بستخدم الالترا وايد قوي في الاجهزه العاديه، بدات استخدم الالترا وايد من اول ال 16 برو ماكس لان فعلا الكاميرا الالترا وايد ال 48 ميجا بكسل الجديده فيه ممتازه. ولو فاتك الفيديو بتاع الايفون 16 برو ماكس لازم تروح تتفرج عليه دلوقتي، هسيب لك اللينك في اللايف اللي فوق. وكمان تصوير الفيديو من الجهازين ممتازين جدا، الجهازين بيصوروا 4K لحد 60 فريم في الثانيه، فما فيش اختلاف كبير في تصوير الفيديو لان اصلا الجهازين بيقدموا لك تصوير فيديو خرافي. فبصراحه الجهازين هنا بيقدموا لك تجربه ممتازه جدا في الكاميرات. ولكن الايفون 15 بيتفوق في التصوير والصور عموما، والسنسور الاكبر هيكون افضل وهيطلع لك برده كواليتي فيديو افضل شويه من اللي موجوده في الايفون 14 بسبب حجم السنسور الاكبر والميجا بكسل الاكتر. الكاميرا الاماميه مش هتكلم عليها لان الكاميرا الاماميه في الجهازين شبه واحد، مفيش اي اختلاف. ممكن اختلاف بسيط في المعالجه بتاعه الايفون 15، ولكن انا بصراحه مش شايف اي اختلاف ما بين الكاميرتين وما بفضلش كاميرا عن الثانيه. الكاميرتين بيقدموا لك كواليتي متوسطة، يعني متوسطة بالنسبة للأجهزة الفلاج شيب، ولكن بالنسبة لأي جهاز تاني فهي بتقدم لك كواليتي ممتازة. نيجي بقى نتكلم عن البطارية لأن بطارية الأيفون 15 هنا بتتميز بحاجتين. أول حاجة إن حجم البطارية أكبر من اللي موجود في الأيفون 14 العادي. تاني حاجة إن أصلا المعمارية بتاعة المعالج 4 نانومتر، فالأيفون 15 بيوفر في الطاقة أكتر، وده فعلا اللي لاحظته بشكل كبير قوي لان الفرق في كل حاجه زي ما قلت لكم كانت فرق بسيط، ولكن الفرق ما بين البطاريتين هنا فرق كبير قوي في الاستخدام اليومي. لان الايفون 15 العادي تقدر تستخدمه طول اليوم من غير ما يفصل منك ومش هتحتاج تشحنه في نص اليوم، على عكس الايفون 14
اللي بيكمّل نُص اليوم معاك بالعافية، بطاريته كانت سيئة جدًا، ومن أسوأ الأجهزة ومن أسوأ السلاسل اللي قدّمت بطاريات سيئة جدًا كانت سلسلة ال14 كانت سيئة جدًا، وفعلًا أنا ما استحملتش كان معايا ال14 Pro Max ما استحملتش الجهاز وبِعته وجِبت الS23 Ultra من سامسونج، ففعلًا البطارية أفضل كتير في الأيفون 15 العادي. طب في الآخر كده تشتري الأيفون 15 العادي والّا الأيفون 14 العادي؟ حد طبعًا هيرد عليَّ يقول لي لأ طبعًا أوفّر فلوس ما دام الفرق مش كبير أوي كده ما بين الجهازين في الإمكانيات. في فرق في الإمكانيات ولكن ممكن أنت ما تستخدمهاش والّا حاجة، فما دام الفرق كده مش كبير فأنا أوفّر شوية في الفلوس وأروح أجيب ال14 العادي. هارُد عليك وأقول لك لأ طبعًا، ليه بقى؟ لإن الأيفون 15 العادي دلوقتي سعره 30,500 جنيه في حدود ال31,000 والأيفون 14 العادي سعره 29,000 جنيه، يعني فرق 2000 جنيه ما بين الجهازين. لو هتقول لي آخُد الإمكانيات اللي في الأيفون 15 وأدفع 2000 جنيه، هاقول لك طبعًا تاخُد الإمكانيات اللي موجودة في الأيفون 15 بسبب الكاميرا ال2X أو بمعنى أصح البُعد ال2X اللي أنت تقدر تصوّر بورتريه، ده شيء مميز جدًا، بجانب التصميم الجديد، تصميم الdynamic island، المعالج الأحدث، البطارية الأقوى بكتير، وهتدفع فرق 2000 جنيه بس. ده أنا لو قُلت لي فرق ما بينهم 5000 جنيه، هاقول لك ادفع 5000 جنيه وخُد المميزات اللي موجودة في الأيفون 15. فعلًا الأيفون 15 فيه مميزات قوية جدًا وأحلى بكتير من الأيفون 14، وأنا بالنسبة لي أصلًا من أسوأ الأجهزة اللي آبل أنتجتها هو الأيفون 14 العادي. فلو أنت بتسألني طبعًا روح اشتري الأيفون 15، ولو عايز تعرف تشتريه منين انزل تحت اسألني في الكومنتات وهاقول لك تقدر تشتريه منين. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا القناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل100,000 مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولينك الانستجرام عندك في أول كومنت أو عندك أي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعًا تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.